نعم. أحسن الله إليكم. في فقرتها الثانية تقول: أرشدوني مأجورين إلى أعمال الخير التي أقوم بها كي تصل إلى والدي. أعمال الخير التي يمكن أن تصل إلى والدها أفضلها وأحسنها وأفيدها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء أفضل ما أهداه الإنسان إلى ميته من أب أو أم أو قريب أو صاحب. ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر العمل، يعني لم يذكر أن يعمل الإنسان شيئا للميت، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينبغي لنا أن نكثر الدعاء لأمواتنا، وأن نجعل أعمالنا الصالحة لنا، فإننا سوف نحتاج إلى هذه الأعمال كما يحتاج إليها هؤلاء الأموات.